يلا بينا نعمل وصفة سهلة بسيطة متاخدش مننا اي وقت، خصوصا النهاردة اول ايام الصيام العشرة ذي الحجة. كل سنة وانتم طيبين. فيلا بينا على الوصفة. معايا صدور فراخ تكون مخلية من العظم، ونشيل الجزء اللي تحت من الصدر، ونحاول ان احنا نختارها حجمها كبير شوية. والوصفة بسيطة جدا، بنحط لها توابل هسيبها لكم في الكابشن تحت، وهندخلها الفرن. ممكن نزود لها مية لو احتاجت، وبس كده بنشغل عليها الشواية 5 دقايق في الاخر. ويفضل ان انتوا تسيبوها ليلة كاملة قبل التقطيع، ولكن عادي انا قطعتها كانت هديت شوية. واهم حاجة تكون بسكينة مش مشرشرة وحامية جدا. بعد كده هنقطع بصل جوليان، وكمان هنقطع كابوتشا، وتقدروا تضيفوا كمان اي خضروات انتوا بتحبوها. معايا كمان صوص رانش، وهنحط عليه معلقتين من صوص الريحان. كنا عملناه قبل كده مع بعض، فارجعوا للفيديو اللي فات عشان تشوفوا الطريقة. وبعد كده هنجيب اي عيش، ممكن عيش تورتيلا زي ما انا استخدمت، او عيش فينو، كرواسون، يعني هيبقى خطير في كله. وهنحط بقى طبقات كده من الفراخ والصوص والبصل. خطير يا جماعة، بجد الميكس ده رهيب. كمان تقدروا تحولوه لسلطة لو انتوا عايزين حاجة كده لذيذة وسريعة. بس كده، يا رب تكون الوصفة عجبتكم. اكتبولي في الكومنت حابين ايه الفترة الجاية نعمله. سلام.